تسمي المخلوقة جربوعة. انتم مش محترمين. انت عارف شو هو جربوع؟ انت عارف شو هو جربوع؟ جربوع انت عارف برطوع شو هو اي جربوع؟ حاجه، المهم اني وجهت كلامها للحيوان. لا لكن لا هي سب، هي اكثر من سب. انت عارف شو هو جربوع؟ انت عارف شو هو جربوع؟ جربوع هو حشره. جربوع هي حشره تمشي في المستنقعات. تقول على حاجه دابا الجزائر انها عليك حتى ناشونال جيوغرافي خرمز الجربوع حشره. ما تكلمش معك. شوف لا الجربوع مش حشره يا الجربوع يشبه الفأر. الجربوع في حجم الفأر. كيف انت رديت الجربوع حشره؟ ما تقزم الجزائر والجزائريين. شتي انت اللي كتفرض واحد النوع من قله الاحترام عليك من طرف 5000 او 6000 شخص عندما تقول ان الجربوع حشره. الا تعرف حتى ما هو الجربوع؟ هل الجربوع حشره؟ وما هذا الشعار اللي حطيته في الشان؟ هذا طائر، هذا هو الغراب على ما اظن. يعني من الجربوع حشره يمشي في المستنقعات. لا يمشي في المستنقع. الجربوع في حجم الفأر، في حجم الفأر وفي شكل الفأر بديل اطول من الفأر. ادخل دابا ياك المعلومات ديالكم التاريخيه كلها من جوجل. دخل جوجل وكتب الجربوع. راه تعديتي على خلونا نخرج تعديتي على عالم الحيوانات. انا عندي مقطع لو تسمح لي تعطيني فرصه اسال. لما يكون دورك تدخل. ماذا بك يكون الدور تاعك تدخل. ما راكش اللايف. ماذا بك يكون اللايف تاعك تدخل. عادي ماهوش اللايف تاعك. ماشي كل جزائري يطلع نلقاوك انت تدخل. يا اخي قد رئيسكم اسمه تبون ما عديت على الجربوع. مش قضيه. اسمعني خليني اسمع مراد طهاري. الرجال استمع اليك لم يقاطعك. شوف مراد ما قاطعك ولا فتح الميكروفون ثانيه واحده. مطلوب منك الا تفتح ميكروفونك. تمام رجاء. حتى انا اريدك ان تبقى. اذا تريد تبقى اهلا الدين الراجع. اهلا بكم جميعا يا مراد. الجزائري يموت بالجوع. هذا متحمس لشخصية مراد ويجب إنزاله فورا. يعني هذا يحط لنا تسجيل. هو ليس مراد الطاهري. هذا يتقمص شخصية مراد الطاهري. يعني من العيب والعار أنكم تطلعوا بشخصية الطاهري. حشومة عليكم يا ما تكونوا معاه ولا ما تكونوش معاه. معنا كمال الأخ أسعد لو ممكن تعطيه فرصة. السلام عليكم. أسعد عندي تعليق صغير برك. لا عندي تعليق صغير على واش درت المرة اللي فات. هبطني. لا أسعد دقيقة برك. السلام عليكم. يا ولدي أنت المرة اللي فات هبطني. يا أخي دوك نعطيك دوري مع عادي. دقيقة برك. أنت المرة اللي فات هبطني وقلت لهم هبط. معليش جاني المره اللي فاتت هبطني وقلت لهم لقد هرب. حبيبي مش دورك. شكرا ليك. مش دورك. مش دوري بصح المره اللي فاتت لماذا كذبت؟ السلام عليكم. زباله يا اخي. ما تعرفوا حتى كيف تدار اللايفات. انتم مش طبيعيين خالص. انتم مرضى نفسيين. مجانين رسمي يا جماعه. على الاقل عندما تطلعوا اللايفات انتخبوا لكم 2 جزائريين يعرفوا يتكلموا. عيب من اول انتم تطلعوا لي شويه مخبطين قاعدين تخربقوا خربقه. ما تعرفوا لا قوانين لايف ولا تعرفوا تطرحوا حججكم كما يطرحوا الناس حججهم ولا شيء. انا فاتح لك لايف فيه 7000 يا اخي وسيراه ملايين الناس. استغلوا الفرصه. انا طارح لك منبر تتكلم وتطرح حجتك. تطلع تسب ولا تطلع تهيبل ولا تطلع تلف حول نفسك 15 دقيقة مثل سفيان ما خرج جملة مفيدة. يا جماعة قزمتوا الجزائر. الله يخرب راسكم انتوا. تطلع لك يا أخي عادك تتكلم على المغربي. بنت مغربية واحدة. خليك من ياسر وكمال وبقية النخبة حق المغرب. بنت يا أخي بتطلع تعلمكم وتربيكم كيف الطرح. بنت تتكلم بالمتنبي والآية والحديث تطرح كلام معقول. اللي بيستمع الكلام. وانتم الى الان ولا واحد. والله يعني حسافه كما يقال. خساره على الجزائر ان تكونوا اصوات انتم جزائريه. ياسر عندك ثم الاخ كريم. اولا الاخ لما تكلم عن الاخت واراد ان يستفزها عن طريق الحليب. ورغم انني ما كنبغيش ندخل في هذه النقاشات اللي فيها الحليب وفيها، فعندي مقطع جميل للاخوان انهم يشوفوا نوعية الحليب التي يتكلم عليها الجزائري. فهذه هي نوعية الحليب.
فهو إنما عبارة عن ماء وطباشير كما قال الأخ. منين جبت أنت؟ منين جبتها يا ياسر؟ هذا مقطع موجود متوفر باليوتيوب. أنا فكرته عندك في المحل. هذا ما مو حليب. هذا هو الحليب في الجزائر. هذا المدعوم اللي قال عنه الأخ مدعوم واللي ماسك على طوابير. نعم هو هذا. الله يخارجنا. وثاني حاجة أنا بعطيك ثاني حاجة بفند الكلام اللي قال يعني بالحجة وبالدليل. وهذه قناة النهار، هذه قناة النهار الجزائرية، يعني ليست، أنا لم أتي بشيء من هنا أو من هناك، وإنما قناة النهار الجزائرية. هذا وزير وهذه هي الطوابير في 2022. أطراف كثيرة تتقاذف التهم فيما بينها والنتيجة واحدة: حليب الأكياس المنتوج الحاضر الغائب. مازلنا 2022 نديروا لاشين على 6 تاع الصباح نوض على الحليب على الخبز على البطاطا على وين انا رايحين جديده. شاد عاد سيدي عبد الله عاد خاطر تجي على 6 تاع الصباح، خاطر على 2 خاطر على 12 من الصباح حتى لوحده باش يجي الحليب هذا. مشكله وجاب صح منين هذه المشكله منين؟ أنا لا أريد أن أستمر في هذه المقاطع لأنني أنا أحب الشعب الجزائري وأكن للشعب الجزائري كل الاحترام. يعني هذا الشيء اللي قدمت أنا دابا ليس يعني كناية فيهم أو وإنما أقول ليس شماتة. لا ليس شماتة، والله ليس شماتة وليس من عادتي أن أكون أشمت، ولكن العيب والعار أن يطلع جزائري ليكون مساهم مع النظام في ضرب الشعب وتفقيره. تضربون شعبكم وتساهمون في تكريس تفقير الشعب. وكما نقولوا احنا المغاربه ديروا العكر على الخنونه وديروا الحنه على القمل. اما العيب انني ترجم لي الامثال حقك هذه يا ياسر. هذا واحده عندها بوقر بالنيف، يعني بوقر تعرف شنو بلا البوقر؟ البقره. لا البوقر الخنونه اللي تخرج من الانف، السائل اللي يخرج من الانف. يقول لك واحده تكون هيك السائل خارج من انفها وبعدين تحط احمر الشفاه يعني تتزين. نقول نحط العكر على الخنونه، او نقول نحط الحنه على القمل. تقول راسها مقمل عامر بالقمل تحط عليه حنه يعني تبغي تزينه. انت يا اختي شوفي هذه كارثه. والله عليك امثال يا ياسر عجيبه. هذه كارثه. اتمنى من الاخوه الجزائريين ساهموا في الضغط. نحن المغاربه ننتهج نفس السياسه. انا اساهم في الضغط على الحكومه، انا اساهم في الضغط على المسؤولين في المغرب حتى تتحسن الوضعيه في المغرب. وهكذا تحسنت الوضعيه في المغرب، هكذا تحسنت. ليس بمواطن منافق يطلع عند المنبر ديال أسعد الشرعي ليبين أن الجزائر مثلا هي السويد. نحن لا نتوفر، نحن لا، بالعكس. وجه نداء من هذا المنبر فيه 6000 واحد، وجه نداء من منبر أسعد الشرعي أو من أي منبر بأن الجزائر يجب أن تنعم بخيراتها، يجب أن تنعم بما حباه الله من النعم. هذا ليس تشفيا في الجزائر، لا بالعكس، ولكن كطلعوا لهنا قدر الله ما شاء فعل حتى أصبح من كان يسمى بلاجئ يستأسد على ابن البلد، يستأسد عليكم يا جزائريين. إلى أين هذه المهزلة؟ إلى أين هذه المهزلة؟ أصبحوا اللاجئين، أنتم تقولوا لاجئين ونحن نقول مرتزقة، أصبحوا يستأسدون عليكم داخل البلد. لماذا؟ بمثل أمثالكم كتطلعوا لهنا باش تبينوا بأن الجزائر دولة. أنا مغربي أقول لك المغرب فيه الزبونية، فيه الرشوة، فيه المحسوبية، وأتمنى أن تحارب بصفة نهائية. ولا يعني أنني مواطن خائن. المحسوبية تتواجد في كافة بقاع الأرض، تتواجد في أمريكا، في أستراليا، في اليمن، في السعودية، في الكويت تتواجد. ولكن العيب والعار هو أنك تصعد لهذه المنابر لتكون صوتا على ظهر فقراء بلدك. مع الجلاد
فأنت تقول للجلاد أين يضرب؟ اضرب هنا واضرب هنا. هذا عيب وهذا عار. يعني خرجوا من القوقعة التي تعيشون فيها. الحمد لله نفتخر بملك ونفتخر بملكية في ظلها عندنا الحق أننا ننتقد أي جهة، أي وزير، أي برلماني، أي رئيس جماعة، لنا حق في انتقاده، لنا حق في متابعته. ولكن أنتم والله يا أخي أسعد مشاركة بسيطة في التيك توك من طرف جزائري في لايف ديال يسمى أمير ديزاد، شارك عنده شاب وقال يعني بكل حرية أننا الوضعية كيف هي، تم اعتقاله في اليوم الثاني. إلى أين هذه العسكرة التي تعيشون فيها وأنتم تساعدون؟ أنا أقول كل من يشارك في اللايف ديال أسعد الشرعي من الجزائريين، يعني ليس الكل وإنما الماجوريتي، الأغلبية، أنتم عساكر، أنتم عسكر لا أقل ولا أكثر، تقزمون الجزائر. إلى أن أنا اليوم أريد أن أتكلم بصوت جزائري وأقول كفاكم تقزيما لهذا البلد، كفاكم استهتار بهذا البلد، كفاكم. يعني بالله عليك واحد يجي يقول لك أنا أبغي عضك يا أسعد الشرعي، هل أنت إنسان مفترس؟ ما هذا النوع من أنا أبغي عضك يلا أنا 46 مليون عسكري، معليش 46 مليون عسكري إذا كان حب الجزائر وخدمة للجزائر، معليش 46 مليون. خليه يكمل يا أخي. خليني غير نكمل المداخلة ديالي. احترمنا يا خويا، راك درت لنا تهريج يا خويا، راك مدير لنا تهريج انت. دورك جاي، دورك بعده. انت الدور ديالك جاي. اعطينا نقاش يا اخي، انت طبعا تبدا في الشعب كامل يا اخي، انت دورك الشعب كامل يا صاحبي. شوف الولف، انت دورك جاي واعطينا احسن من التهريج. اذا سمعت هذا الكلام على اساس انه تهريج فاقول لك قدر الله ما شاء فعل. عندما اقول ان المواطن الجزائري يجب ان يتمتع بما حباه الله من الخيرات وتسميها تهريج، الله المستعان. عندما اقول ان الجزائري مضطهد داخل الجزائر وتسميها تهريج، الله المستعان. عندما أقول أن المرتزقة داخل الجزائر أصبحوا يتمتعون في الجزائر أحسن من الجزائري وتسميها تهريج، قدر الله وما شاء فعل. هذه مرتزقة البوليزاريو يستأسدون عليكم. مرتزقة من البوليزاريو تقول في لايف في 5000 ديال الناس لابن الجزائر، تقول له أنت إرهابي. لو كان إرهابيا ما عاشت على أرضه هي كلاجئة. هل اللاجئين يعيشون عند الإرهابيين؟ ما هذه الجرأة التي أصبح يتجرأ عليكم هذه المرتزقة ديال البوليزاريو؟ ما سرها؟ أنا أقول لك، أنا لا تقاطعني، أنا في حوار ثنائي معك، لا تقاطعني. دقيقة ملي نكمل ياسر دقيقتين تختم. ودقيقتين موجهة لك يا أسعد الشرعي مباشرة. تمام. لماذا أصبح يستأسد البوليزاريو المرتزق على ابن الأرض؟ لأنه شردمة من المرتزقة الذين يقدمون خدمات للأنظمة وليس النظام الجزائري فقط، وعليك أن تسجل هذه النقطة. قدموا خدمة للمقبور القذافي عندما كان في آخر أيامه، وحاربوا معه وقتلوا الشعب الليبي معه. هذا مرتزقة البوليزاريو. احترم الموتى يا أخي، في العشرية يا أخي، رحمة الله عليه، رحمة الله عليه، إلى أن تأتيك رحمة الله عليه يا أخي، رحمة الله عليه، رحمة الله. ياسر شكرا لك، مقبور يا احترم الناس، احترم